مين هلا بده يكون الجوزاء. الجوزاء طلع من عواصف. الجوزاء لازم نقول ريما انه مرق عليه عواصف كثير كبيره ب3 سنين، 15 16 و17. تعتر شوي. شو طبيعه العواصف؟ العواصف هي كانت كنايه عن عقبات بدربه. عقبات، مشاكل يعني؟ فينا نسميها مشاكل، عقبات. يمكن ما عملوا مشكل معه، انه هون لا، هيدا المشروع اللي انت مقدم وصار لك سنه عم تشتغل عليه، روح غير لنا. بيرجع بيروح مولوش الجوزاء سنه بكملها وبيرجع. خدي شخص عم بيقدم اطروحه مثلا، اطروحه بالجامعه، بيقعد بيشتغل قاعد مقضى سهر الليالي، شهرين ثلاثه عم بيشتغل، بيرجع بيروح بيقدم، بيقولوا له لا هيدي الفكره مش ظابطه، ارجع اشتغل عليها. في عقبات، في ابواب مسكره ما عم بيخلوه يتقدم على كل النواحي. حتى التلاميذ ريما، تلاميذ الاولاد اللي بيشتغلوا حتى بعلاقاتهم مع شريكهم بالحياه، شريكهم بالعمل، مع الناس اللي من حولهم، الاشخاص اللي ما بيعرفوهم، كان عندهم 3 سنين مسكره، تقال. بجرب يقدم مثل اللي عم يسبح بعكس التيار، عم بيقدم وبيرجع بزته الموجه لورا، وشايف هو الشط قدامه بس ما عم بيقدر يوصل. هيدي السنه 2018 بيطلع من هالموجات هاي، خلص صارت الموجه منها لحالها صارت معه وبتزته على الشط. هلا من هون ورايح بال 2018 وطالع عليه هو يوقف ويدبر حاله، وما بقى في يقول انه الحظ ضدي، لانه بطل في عقبات عنده. ما بقى في يقول انه زحل كان معكسني، ما بقى في شيء. راحت الغيمه يعني، راحت العاصفه كلها راحت. العقبات هي اللي هي خلص وقتها ولا هو انتصر عليها؟ لا ما انتصر عليها. في كثير من مواليد بشر الجوزاء ما انتصروا عليهم، ما انتصروا على العقبات. بالعكس في كثير من مواليد بشر الجوزاء يمكن اختلفوا بشغلهم، تركوا شغلهم، يمكن اختلفوا مع احبائهم، مع عائلتهم، مع اهلهم، تركوا. في ناس يمكن العقبات عندهم كانت قانونيه، اتعاكسوا، ما قدروا خلصوا حالهم، وقعوا في دوامات من المشاكل. لا مش بالضروره ابدا تكون انه هن انتصروا عليها، لا ابدا. إذا بدي أسأل مثل الأسئلة اللي يعني عاطفيا ماديا أو صحيا، وين الأكثر حظا الجوزاء هالسنة؟ الجوزاء أكثر حظا السنة في يكون مهنيا وصحيا في عنده تحسن. العلامة 7/10. 7/10. خلينا